جمهور الجيش الملكي امبارح بعد القرعه ما اتعملت، دخلنا اتكلمنا وان الجيش الملكي وقع مع بيراميدز وانت جيت في سكتنا تاني، لان هي القاره كلها القاره كلها عباره عن اوضه وصاله، هتروح مني فين؟ ادام انت طبال وانا زمار هنتقابل. فبعد اللي حصل وبعد قله ادب الجمهور الجيش الملكي، انا ماليش دعوه بشعب المغرب، شعب المغرب ده على دماغي من فوق، لكن جمهور الجيش الملكي جمهور قليل الادب. جمهور احنا رحنا له الملعب هناك في المغرب، قاعد يحدف اللعيبه بالازايز وبالات حاده، والجمهور وليد صلاح الدين نزل مسك سكينه المعجون كده في ارضيه الملعب. وبالعكس ان محمود الخطيب مرضاش يقدم شكوى بسبب اللي حصل في المغرب عشان العلاقات بيننا وبين الجيش الملكي. لكن تجي لي مصر واستقبلك بالورد في المطار وتقوم بقى مصبع لي في المدرج ومدرع لي. هو جمهور الاهلي رمى ازاز ليه؟ عشان قله ادب وشغب جمهور الجيش الملكي في مصر. ده كانوا عايزين يعدوا للجمهور اصلا في المدرجات، وانت تيجي تقول لي انت كده انت بتعنف الامور وانت بتحرض على لا يا باشا، العين بالعين والسن بالسن. هتحترمني هحترمك، هتقل ادبك هديك على دماغك. انت جمهور قليل الادب ما تربيتش، انا احترمك ليه؟ طبعا انا بتكلم على جمهور الجيش الملكي، عشان لما اتكلمنا كده وقلنا ده انت جيت لي تاني، ده انت هتلاعب بيراميدز يعني هتجيلي مصر تاني، الناس زعلت وكانت بتخش تعمل كومنتات تقول لك انت بتحرض ومش بتحرض. لا، هم جمهور قليل الادب بيستاهلوا ان احنا نعملهم بقله ادب وبس.